مباراة سموحة ونادي الزمالك بعنوان عودة الغائبين، كفارة يا رجالة أخيرا. هنا صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إخواتي وحبايبي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معتمد جمال وحيرة، حيرة معتمد جمال بعد عودة الغائبين. أنت النهارده رجع لك في القائمة عمر جابر، محمود بنتايج، احمد فتوح، احمد ربيع، سيف الدين الجزيري، شيكو بنزا، خوان بزيرة. قايمه بقت ما شاء الله، قايمه من لا شيء. يعني الزمالك بعد ما طلع مجموعه الشباب وتألق مجموعه الشباب، وبرده كل الشكر للكابتن معتمد جمال في التوليفه اللي عملها في الشباب، بالتطور اللي عمله في مستوى اللعيبه الشباب، مش مستوى لعيبه الشباب بس. انت احمد شريف مستوى اتغير جدا، عدي الدباغ مستوى اتطور، ناصر منسي هو عامل توليفه بصراحه. معتمد جمال دلوقتي في حيره. انت كراجل زملكاوي شايف ان عمر جابر يرجع يلعب اساسي على طول، ولا نكمل بمحمد ابراهيم زي ما هو؟ انت عايز رايي؟ محمد ابراهيم اعلى في حاجات من عمر جابر، وعمر جابر اعلى في حاجات من محمد ابراهيم. عمر جابر كوعي دفاعي اعلى وكحته دفاعيه اعلى من محمد ابراهيم، بس محمد ابراهيم كشق هجومي، كدريبلينج، كواحد على واحد، كفوت وورك، كاوفرات، لا محمد ابراهيم في حته تانية وبيتطور وبيستوي ماتش بعد ماتش. عايز رايي؟ انا هكمل بمحمد ابراهيم دلوقتي، وعمر جابر يقعد له دكه. معلش يا عمر، انت كابتن فرقه بس استحملنا شويه. انت زملكاوي وعايز مصلحه الفريق. لو دخلنا على الحته الشمال بقى هنلاقي هنا مشكله كبيره. انت عندك احسن اتنين باكات شمال داخل قاره افريقيا، عندك بنتايج واحمد فتوح. طب وبعدين طبعا يلعب احمد فتوح او بنتايج، اي واحد فيهم، وبنتايج اقرب. بس انت شايف ماتش بتاع سموحه، الاثنين لسه راجعين من اصابات، ويعني بنتاج مش اصابه بس بقاله فتره ما بيلعبش مع الفرقه. نكمل بالخضري. عايز رايي برضك نخلي الخضري اساسي ونديله الثقه، ونخلي فتوح وبنتاج دكه لو احتاجنا والدنيا اتأزمت ننزل، وان شاء الله ما نحتاجش. يا اللعيبه بقى تبدا تنزل اخر 10 دقائق ربع ساعه. عندك برضك في الحته الدفاعيه خلاص حسام عبد المجيد والونش، وبرضك اللاعب اللي هو الشاب الصغير اسمه مش عارف ايه، السيد، بنسى اسمه مش عارف دايما ليه. اللاعب ده برضك لاعب كويس، بس برضك ما يبقاش حسام عبد المجيد والونش موجودين وما يلعبوش جنب بعض بصراحه. ومحمد اسماعيل لو ساب نص الملعب لاحمد ربيع اللي عائد برضك من الاصابه، بس برضك احمد ربيع مش هينفع يخش الماتش ده على طول. ماتش مش سهل وهو راجع من فتره طويله غياب، مش هيبقى عنده سنس الملعب واللياقه البدنيه مش هتبقى 100%. فاحنا طبعا هنكمل بمحمد اسماعيل، ولو احتاجنا ربيع في الشوط الثاني في الدقيقه 60 في الدقيقه 70 في اخر 10 دقائق بس ينزل ياخد حساسيته من المباريات كده، واللياقه ترجع له واحده واحده. طب لو بصينا بقى على الحته الهجوميه، طيب خوان بزيرة طبعا لما يرجع هياخد الحته اليمين دي اساسي. بس انت شايف خوان بزيرة مع نادي الزمالك مفيد ومؤثر، ولا لعبه سلبي وبيحتفظ بالكره كتير؟ ووجود عدي الدباغ ناحيه اليمين، ووجود احمد شريف ناحيه الشمال، طبعا تاني شيكو بنزا رجع، بس وجود دباغ التوليفه اللي كان عاملها كابتن معتمد، الدباغ وشريف ومعاهم ناصر منسي كانوا بيلعبوا